خزائن وخزانات نعم. ثقافية وفنية. صحيح. أهمية السير الذاتية. فعلا أستاذ أنس، تحية لك وتحية لجنود الخفاء في البرنامج، وتحية للإخوة اللي معنا والسي عبد الإله يعني نعم. الصديق الحميم والأخ اللي قدينا ما يعني أكثر من 40 سنة، وهو تعرف مدى حبنا وعشقنا لعبد الوهاب الدكوالي، هو تعرفني كثير وكنا دائما قراب. هي فعلا بالنسبة للسيرة الذاتية هي كتابات يعني أنه نجوم أو فنانين أو أدباء أو كتاب أو مشهورين تكتبوا السيرة الذاتية. هي يعني كتابة واحد المراحل من حياة هذا المبدع أو الفنان أو الكاتب. والسيرة الذاتية عرفت يعني العديد. هي السيرة الذاتية تتنقسم إلى عدة أقسام، منها القسم الرئيسي أنها السيرة الذاتية يكتبها الفرد عن نفسه، وهناك سير ذاتية التي يكتبها الفرد عن غيره. إذن غالبا وهي فعلا الأدباء يعتبرونها صنف إبداعي فني لأنها تكتب بطريقة فنية وكذا. وهناك العديد من السير التي نعرفها في تاريخنا، لا في الأدب العربي والتفكير، مثلا الأيام لطه حسين، الخبز الحافي للكاتب الشبير محمد شكري. العديد من السير الذاتية اللي هي فيها استدعاء للماضي، استدعاء للذكريات، ويعني وكتجسدنا واحد المرحله تاريخيه من المعاناه ولا من المآسي ديال الفنان او المبدع. لكن بالنسبه لعبد الوهاب الدكوالي انا حسب علمي انه فنان في حياته ويكتب سيرته الذاتيه او يملي كتابة سيرة الذات. هذه راه مسألة نادرة إن لم نقول شبه منعدمة، لأنه غالبا الفنانين أم كلثوم أو محمد عبد الوهاب كذا يعني غادرونا ولكن لم يكتبوا سيرهم الذاتية. نعم. ربما كتب عنهم الآخرون فعلا. ولكن عبد الوهاب الدكالي يمتاز بهذه الخطة يعني الغير مسبوقة، وهي كتابة السيرة الذاتية. وهذه راها أنا تنظن أنه عمل غير مسبوق، لأنه يكتب سيرته الذاتية في حياته. نعم. وقد تطرق يعني الكثير من هذا. وعبد الوهاب الدكالي يعني من نتكلموا أنه يعني عميد الأغنية المغربية، يعني نجم ساطع في سماع الأغنية المغربية، ونحن من العشاق، يعني العشاق الذين عشقناه. لم يكتب لنا أننا يعني خالطنا كثير، ولكن من العشاق الذين عشقناه وعايشناه بكل جوارحنا وواكبنا تلك المرحلة التاريخية اللي كان فيها عبد الوهاب الدكالي، يعني منذ يعني أننا أطفال. والأخ السي عبد الإله يشهد على ذلك، وسيرنا الأغاني ديالو لا الوطنية ولا رغم أننا كنا طلبة وشباب في هذيك المرحلة، وكانت لنا واحد الآراء يعني في الحياة وعندنا واحد الرؤية، ولكن عبد الوهاب الدكالي دائما حاضر عاشنا، بل كان بالنسبة لنا كمثال وماشي فقط الجيل كامل. يعني عبد الوهاب الدكالي سيطرة وهيمنة على الساحة الفنية المغربية الوطنية ولا العربية وحتى العالمية طيلة واحد 60 سنة، ولا زال يعطي منذ الغادي في الطوموبيل كذبت نفسي إلى آخر أغنية هي على أسود الأطلس والعاطي يعطي. يعني أننا من العشاق، يعني أننا عشاق عبد الوهاب، لأن عبد الوهاب الدكالي رغم صداقته وقربه من البعض ولكن تبقى الركيزة الأساسية هم العشاق، هم المحبون. أنت من خالدات الريبرتوار الغنائي لهذا الفنان الكبير، وحديثي عن صلوات في هيكل الحب. هذه القصيدة الأم لشاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي، الألحان للراحل سيدي عبد النبي الجراري، أحد أعلام ومؤسسي هيكل الأغنية